ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. ازيكم كلكم على راسي، وبتنوروني وبتشرفوني، وشكرا جدا جدا لكل الحبايب اللي دخلوا عندي جداد وكترتوني. وان شاء الله مش هكبر غير بيكم. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاع النهارده، هيعجبكم جدا جدا، بس شوفي لي الاخر. اول حاجه هنا انا جبت حله حطيت فيها معلقه سمنه حلوه، وحطيت فصين من المستكه. عندكيش مستكه استغني عنها، انا عشان عندي حطيتها. وجبت هنا بقى اللحمه دي، لحمه موزه. بدات ان انا اشوحها حلوه قوي قوي بعد ما السمنه سخنت عندي كويس. هشوحها، مش عايزه اديها لون غامق يا دوبك، بس انا عايزه لونها كده يغير معايا. وهتشوفوا هنعمل فيها ايه. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو، وكمان كومنت حلو زيك بيشجعني جدا جدا. هبتدي بقى احط حاجات كده للحمه تنكهها وتديني كده طعم وريحه حلوين. حطيت حبهان، حطيت ورق لورا، حطيت نص عود من القرفه، بيدي طعم الشوربه تحفه وبيخلي الريحه فظيعه. وبرده هشوح زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. بعد كده هجيب بقى طماطمايه وبصلايه، وبرده هقطعهم كده يعني قطع كبيره، وهحطهم برده اشوحهم مع اللحمه كويس. تمام كده لغايه دلوقتي ايه، ما عملناش اي حاجه يعني صعبه، كل الحاجه اللي احنا عملناها لغايه دلوقتي سهله. هبتدي برضه اديهم تشويحه كده وميه سخنه بقى، واروح نازله على اللحمه بتاعتي دي. عايزه اقول لك نص عود القرفه ده بيديها ريحه تحفه. وحطيت ربع معلقه من الفلفل الاسود، مش بحطها في اول التشويح عشان ما تغمقليش اللحمه والشوربه. ربع معلقه بس، مش اكتر من كده. الحبهان برضو مش مكترة قوي، يعني حتى حوالي 4 فصوص، عشان طبعا الحبهان بقى غالي جدا جدا. هنا بقى خلاص بدأت ان انا جبت مية سخنة كده، وهنزل على اللحمة بتاعتي. عايزة بقى اقولك هتاخدي حبة شوربة حكاية بجد، حبة شوربة تحفة لو عملت اللحمة بالطريقة دي. مش بتطلع، اول حاجه مش بتطلع معاكي ريم، وكمان بتخلي طعم الشوربه حلو قوي قوي قوي، وريحتها بتبقى تحفه. هسيبهم بقى يغلوا كده كام غلوه حلوين على نار عاليه، وبعد كده هدي عليها النار وانقلها على عين اصغر شويه. وحطيت كمان مكعب من المرق، عايزه تستغني عنه برضو استغني. انا هنا يعني بمون الشوربه بتاعتي لان انا هعمل بيها حاجه. بعد كده هنا عندي سلق، ده السلق جايباه كده وقطفته وغسلته. وبدات ان انا اديله ضربه في الكبه كده على قد، يعني بكسر الورق بتاعه بس مش اكتر. ممكن لو انت ما عندكيش كبه ممكن تعمليه بالمخرطه بتاعه الملوخيه، برضو كنت الاول بعمله مخرطه الملوخيه. بدأت ان انا كده احطه بقى في صينيه كبيره كده مفروده. وابتدي بقى بعد ما فرمت الكميه اللي عندي كلها، رحت ايه حطاها كده على النار تدبل. مش حطيت لها اي حاجه خالص لغايه دلوقتي، يعني انا مش هحط لها حاجه دلوقتي خالص، هي بس السلق في حلقه في صينيه، ومهديه عليه النار لغايه ما ينزل ميته كلها. هنعمل بقى النهارده الاكله الشتويه التحفه اللي انا بعشقها. القلقاس السنه دي لسه اول مره اعمل قلقاس السنه دي. جبت بقى كام واحده كده حلوين، القلقاس بتاع الايام دي مش تقوليش بقى تجيبي واحده عشان تبقى سوا واحد ولا الكلام ده. لا، القلقاس بتاع اليومين دول عايزه اقولك ان هو زبده زبده. لو انت عايزه تخزني هو غالي شويه، بس هو ده وقت خزينه دلوقتي. تمام، برضو هوريكم طريقتي في تخزينه ان شاء الله في فيديو بعد كده. جبت بقى كده القلقاس وهبتدي ان انا اقشره. واي حاجه بقى فيه مش حلوه او تكون كده غامقه، اروح شايلها برضو بالسكينه معايا. بصوا بخليها زي الفل كده. واجيب فوطه بقى وابتدي ان انا امسحها كويس جدا، دي فوطه نظيفه. بدات ان انا امسحها كويس جدا وهركنها. هنا بقى قطعت الثلاثه اللي انا جايباهم ومسحت السكينه بتاعتي كويس جدا. الفوطه دي معايا طول ما انا بقشر القلقاس، اي ميه بمسحها لان انا مش هغسل القلقاس المره دي. انا كل مره بغسله، بس انا المره دي عايزه اجربه من غير غسيل. بجيب بقى كده القلقاسية وابتدي ان انا اقطعها طرنشات، وبعد كده صوابع، وبعد كده بقطعها مكعبات. بقطعها مكعبات محملة، يعني مكعبات مش صغيرة قوي، عشان ما يتهريش معايا في السوا. بصوا اي مية بلاقيها بتنزل في ايدي او على القلقاس بروح مسحة على طول بالفوطة. ما تخليش يجي عليه نقطة مية، ولو السكينة مثلا القلقاسة جابت مية في السكينة بروح مسحة كمان السكينة. وهتشوفوا دلوقتي طول ما انا بقطع بعمل ايه. بصوا بقى بقطعه الحجم ده كده، ولا كبير ولا صغير، يعني حجم وسط بس يكون محمل شويه علشان يتحمل معايا السوا وما يتهريش. بصوا السكينه حسيت ان هي فيها ميه، رحت مسحها على طول. كل كام واحده كده هتروحي مسحه زي ما انا وريتك كده. والقلقاس برضه هتمسحيه كويس، لو انت حسيتي ان فيه ميه امسحيه كويس، ما تجيبيش عليه ولا نقطه ميه. انا جربت الطريقه دي عجبتني، والطريقه برضه لما بتغسلي بيبقى حلو، بس بصراحه دي حسيت طعمه احلى. خلاص بصوا بقى، انا بحب اقطعه اصلا على ايدي كده، انا بعشق تقطيعه اصلا، يعني بحب قوي ان انا اقطع القلقاس. فبدات ان انا بقى ايه اقطعه على ايدي كده، اسهل بصراحه بالنسبه لي. اجيب بقى البوله اللي انا هحط فيها، كل ما اقطع حبه احطهم على طول زي ما انتم شايفين.
هنا برضو بوريكم ايه تاني طريقة التقطيع علشان تعرفي تقطعيه وسط عشان ما يتهريش منك، لان القلقاس بتاع اليومين دول يا دوبك هو غلوتين اتنين وبتطفي عليه على طول لانه ما بياخدش تسوية خالص. بصوا السكينة برضو حسيت ان هي مبلولة او القلقاس رحت نشفت على طول، ولا هنعصر ليمون ولا اي حاجة، وهيطلع معاكي زبدة. هتشوفوه دلوقتي معايا وهوريكم طريقتي فيه وازاي بخلي اللون السلق بتاعي غامق، وهتشوفوا كل حاجة. لو وصلتي بقى لغايه هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تنزلي تعملي لايك لو انت مشتركه في القناه، ولو انت مش مشتركه ما تنسيش تعملي اشتراك وتدوسي على كلمه الكل وتفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. وان شاء الله هتعجبك قوي قوي القناه بتاعتنا لو دخلتيها كده وانضميتي لينا، هتعجبك وهتشوفي افكار كتير حلوه فيها. وهنعمل افكار تاني برضو جديده في الايام اللي جايه بقى عشان رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين والكلام ده، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. قطعت بقى كميه القلقاس بتاعتي كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بصراحه اسهل لي ان انا اقطعه على ايدي بالطريقه دي. قطعت القلقاس كله وبدات بقى هنا السلق بدا دبل خالص وشرب الميه بتاعته اللي نزلت مش برميها. بدات بقى جبت معلقه سمنه محترمه، وكمان بحط حبه زيت صغننين قوي بس معرفش تصوروا ولا لا، يعني بحط زي معلقتين 3 زيت كده. هتبقى معلقه سمنه محترمه محترمه يعني عشان يتحمر معايا بقى. وانا بعشق بقى ريحه السلق وهو بيتحمر، يعني انا بحس كده شتا، يعني بحس من ريحه السلق والقلقاس لا كده الشتا خلاص جه. اول بقى ما بيبتدي يدبل معايا وبياخد لون، يبتدي ياخد لون كده، بروح نازله عليه بكام فص من الثوم. انا هنا نزلت بالثوم بدري شويه عشان انا الثوم اللي انا حطيته ده ثوم سليم يعني فصوص. لو انت الثوم اللي هتحطيه مفروم بتحطيه في الاخر شويه عشان ما يتحرقش منك. بصوا دي بقى الدرجه اللي انا عايزه اوصل لها من القلقاس على نار هاديه كده، بتوصلي لها من غير ما تمرر. هنا بقى الشوربه عندي كانت اللحمه استوت خلاص، كانت فاضل لها تكه بسيطه قوي يا دوبك على سوى القلقاس. بدات بقى ان انا اصطاد منها كل الحاجات اللي هي بقى الطماطم القرفه الحبهان البصل كده بالمصفى كده، وبدات ان انا اشيلها وهخلي اللحمه زي ما هي في حله الشوربه. وملحتها كويس لان انا لسه ما حطيتش ملح، ما حطيت الملح بتاعها واتحدقت معايا كده كويس. وهبتدي ان انا بقى ايه اجيب القلقاس بتاعي، بس للاسف الحله دي ما كفتش لان انا عامله كميه قلقاس محترمه يعني. الحله دي ما كفتش فانا نقلتهم في حله تانية. بصوا حسيت ان الحله لا مش هتكفي والدنيا هتتبهدل مني، رحت ايه وقفت الكاميرا ونقلتهم زي ما انتوا شايفين في حله تانية، ونزلت بباقي كميه القلقاس اللي عندي. كمان بحب احط له رشه من الكزبره الناشفه، بحب احط له رشه. انا حطيت توم مع السلق فمش هحط توم تاني، هحط بس رشه كزبره كده حوالي نص معلقه صغيره مليانه من الكزبره، واديهم تقليبه واظبط الملح بتاعهم واسيبهم ياخدوا غلوتين 2 بس مش اكتر. قلبتهم كويس كده وظبط الملح بتاعها برضو، بدوق الملح لو عايزه حبه ملح حطيتهم لها. بصوا هنا بقى عندي القلقاس بقى زبده خلاص استوى غلوتين 2 بس مش اكتر. بصوا بصوا فظيع. هشيل بقى كده اجيب بقى السلق اللي هنا ضربته بقى، كمان ضربت السلق في الكبه بعد ما شلته من على النار، ضربته بالكبه او بالهاند بلندر لو عندك هاند بلندر. وهبتدي انزل بقى بالسلق زي ما انتوا شايفين بالطريقه التحفه دي. انا هنا بقى كمان كنت عملت حبه رز بشعريه وحبه لسان العصفور، يعني مش رضيت ان انا اطول عليكم الفيديو فعملتهم كده والحاجه بتستوي معي. هنا حطيت كميه السلق كلها اللي انا عملتها لان انا بحب سلقه كتير، يعني احنا بنحب السلق بتاعه كتير. بصوا بقى الجمال، شايفين تحفه ازاي؟ بصوا الميه بتاعته خفيفه ما فيهاش اي حاجه. انا هنا باخد من وش السلق وبحط لان احنا بنحب السلق فيه كتير. خطير. بصوا تحفه ازاي، تحفه تحفه بجد. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. ده بقى لعشاق السلق القلقاس يكتبوا لي كده في الكومنتات مين بيحب القلقاس بالطريقه بتاعتي دي. دي طريقه ستي الله يرحمها وطريقه ماما، يعني دي طريقه ماما على طول عمري بشوف ماما بتعمله بنفس الطريقه دي. وهنا عملت حبه رز بشعريه وعملت كمان شوربه لسان العصفور حكايه. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك وكمان كومنت حلو زيكم تكتبوا لي كده بيشجعني جدا جدا. تعالوا كده هوريكم بقى شكل القلقاس من قريب. بصوا الجمال، بصوا بصوا بقى جمال القلقاس. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم.